النجاح يلزمه صحبة صالحة هي وقود النجاح. بيقولوا انت متوسط الخمسة اللي بتقضي معاهم اغلب وقتك، يعني لو حواليك 4 ناجحين انت هتكون الخامس، ولو حواليك 4 فاشلين برضو انت هتكون الخامس. تعالوا نشوف مين اللي كانوا حوالين النبي. سيدنا أبو بكر الصديق، تاجر ناجح وغني. سيدنا عثمان بن عفان، رجل أعمال ملياردير بمقاييس عصرنا دلوقتي. سيدنا خالد بن الوليد، قائد عسكري فذ، ولما طاقته تحولت للإسلام بقى سيف الله المسلول، ما اتهزمش في 100 معركة. الصحبة الصالحة بتخرج أحسن ما فيك. ابعد عن مصاص الطاقة، الناس السلبية اللي بتهد حلمك وبيتريقوا عليك لو عملت حاجة جديدة. صاحب ناس أنجح منك علشان تتعلم منهم. انضم لمجتمعات الناجحين. اشتغل بدري واصنع مستقبلك. أنا عندي رسالة لكل أب وأم بيسمعونا، خلي ولادكم يشتغلوا بدري. الشغل بيعلم اللي المدرسة ما بتعلموش، بيخلي ابنك يفهم البشر وصدماته في الحياة بتقل وينجح بدري لأنه جرب كتير بما يتناسب مع جسمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم وهو عنده 8 سنين. اتعلم المسؤولية والصبر والرحمة لأنه هيحتاجهم بعدين في رسالته. أما وهو عنده 12 سنة سافر مع عمه أبو طالب للتجارة، شاف بلاد جديدة، اتعلم فنون البيع والشراء وفهم طبايع الناس. وهو عنده 25 سنة كان تاجر محترف ورجل أعمال، أدار تجارة السيدة خديجة بكفاءة وأمانة عالية. سيدنا عبد الله بن عباس، حبر الأمة، بدأ يطلب العلم وهو طفل صغير، كان بيخدم في بيت النبي، كان بيسأله في كل كبيرة وصغيرة. الرسول دعاله اللهم فقهه في الدين، هو صدق حلمه وبقى يروح يستنى عند بيوت الصحابة علشان يسألهم عن حديث واحد. النتيجة إنه بقى أعظم مفسر للقرآن وهو لسه شاب. بيل جيتس بدأ برمجة وهو عنده 13 سنة. وارن بافيت كان بياع جرايد وهو عنده 6 سنين. مارك زوكربيرج صمم برامج لعيلته وهو عنده 12 سنة. التعليم وانت صغير بيصنع عباقرة. علشان تنجح لازم يكون عندك مرونة. المرونة هي سر انك تنجح وتفضل ناجح. مش عيب انك تغير مجالك، العيب انك تفضل في مكان مش بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم غير مهنته 3 مرات، وكل مرحلة كانت بتجهزه للمرحلة اللي بعدها، من راعي غنم هدوء وتأمل لتاجر اقتصاد وعلاقات لقائد دولة. استخدم كل الخبرات اللي فاتت في بناء الأمة. سيدنا عمرو بن العاص كان تاجر ذكي في الجاهلية ودبلوماسي وسفير لقريش، وبعدين قائد عسكري فذ هو اللي فتح مصر. كان حاكم وإداري عبقري. المهارات بتتراكم.